أحبابي السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أتم الصحة والسلامة والعافية. اليوم أحبابي قصة جديدة اللي كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم، ونبغي نقول لكم شكرا لكم من أعماق القلب على التعاليق ديالكم ولايكاتكم، وشكرا لكل من فرحني بالاشتراك ديالو. بلا ما نطول عليكم نخليكم في استماع لقصة اليوم. السلام عليكم، معكم سعاد اللي في عمري 35 سنة، وجيت نحكي لكم قصة ديالي اللي بدات من نهار اللي تعرفت على الزوج ديالي. انا والزوج ديالي كنا كنقراو مع بعضياتنا، وكان بيناتنا واحد الحب اللي كبير، وكان هو اول رجل في حياتي. كنا عايشين السعادة مع بعضياتنا، كنا كنتقاسموا كل شيء، القرايه، الحفاظه، نمشيو مع بعضياتنا، نجيو مع بعضياتنا. مهم من بعد التخرج ديالنا قررنا اننا نتزوجوا، ولكن والدي كانوا رافضين لحقاش انا كنت ماشي في نفس المستوى المادي ديالهم. ولكن الزوج ديالي ما تخلاش عليا وقرر انه يتزوج بيا وخا والدي كانوا رافضين. هنا والدي قرروا انهم يحيدوا لي كل شيء، كاع الاملاك اللي عطاوها ليه، وهو ما كانش عنده مشكل، خدم الخدمه اللي زوينه واللي قدر يحقق بها بزاف ديال الحوايج. واول حاجه انا تزوج بيا، وثاني حاجه درنا السكنه ديالنا، وما خلانيش نخدم. قال لي اي حاجه بغيتيها غادي توصلك، ولكن الخدمه لا، غير نساي. بغيتي تخرجي نخرجوا مع بعضياتنا، ولكن الخدمه غير نساي، ما عندكش علاش غتخدمي وانا قاد بك. مهم عشت معاه 6 سنين اللي كنت عايشه السعاده معاه، ورزقني الله بجوج تويميات، بنيات اللي كانوا هما حياتنا. ولكن كنت ديما كنحس براجلي انه ناقصاه العائله ديالو، خاصه ملي كيجيو العائله ديالي كان كيبقى فيه الحال، كان كيقول لي علاش عائلتي لهاد الدرجه قاسيين. وكنت ديما كنقول ليه غير حاول تواصل معاهم، مهما كان غادي يجي واحد النهار اللي غادي يهضروا معاك فيه، ما يمكنش غيتخاصموا معاك حياتك كامله. ولكن كانوا قاسين بزاف وما كانوش كيبغيو يجاوبوا ولا يعرفوا. بعد 5 سنين غادي يكتشف الزوج ديالي انه مريض بمرض السرطان، مرض اللي قاصح بزاف، واللي جانا صدمه كبيره، خاصه انا لاني كنت كنبغيه بزاف وكنت كنشوف فيه هو الحياه، هو كل شيء. مهم من بعد ما مرض الزوج ديالي بمرض السرطان، قررت انني نمشي عند العائله ديالو ونصارحهم. هنايا الام ديالو بقات كتبكي وبقات ندمات علاش كانت كتعامل معاه بحال هكا. صالحته مع العائله ديالو، ولاو جالسين معانا كيمشيو معاه وكيجيو معاه، ملي كيمشي يدير الدياليز. من بعد ما غادي يتوفى الزوج ديالي، خوتو غادي يطالبوا بالارث ديالهم، ولكن الزوج ديالي كان ضارب الحساب لهادشي كامل. وكان قالها لي واحد النهار، قال لي النهار اللي غادي نتوفى انا، خوتي غادي يطالبوا بالارث ديالهم منك، وما غاديش يعقلوا عليك لا انت لا بناتك. لهذا غادي نكتب لك انت وبناتي هاد الدار اللي ساكنين فيها، وما نبغيش تفرطي فيها. كتب لينا هذيك الدار باش يأمننا، وخا انا كنت رافضه ولكن هو اصر. وكنت خازنه الوراق عند دارنا، غير دفن الزوج ديالي طالبوا بالارث ديالهم، وانا تصدمت بزاف لان باقي الزوج ديالي يلا دافناه وهم كيهضروا على الارث. وقلت لهم هاد الدار اللي كتشوفوا فيها راه ما ديال حتى شي واحد فيكم، وهاد الدار ليا ولبناتي.
وانتوما ما عندكم هنايا حتى شي حاجه. بقاو كيخاصموا وتعداو عليا ودخلوا الامن. تنازلت ليهم لانني ما بغيتش واخا هكا كندخل خوت راجلي للحبس، واخا الضرب واخا كل شيء، ولكن هما كانوا ضاربين حساب اخر، ولو كيهدوني انني الا ما عطيتهم حقهم غادي يخطفوا لي البنات وغادي يغبروهم عليا، ولاو معيشين الرعب. هنايا قرر الاب ديالي انه يسكن معايا هو والام ديالي وخوتي اللي كانوا تا هما باقيين صغار. يلا عند الاخ ديالي الصغير عنده 18 عام، والاخ ديالي الكبير عنده 20 عام. كانوا خوتي الولاد باقيين صغار بزاف، سكنوا معايا دارنا ولاو مقابليني ومقابلين البنات. والاب ديالي قال لي من احسن تبيع هاد الدار وتمشي تسكني في مدينه اخرى وحنا نمشيو معاك، ماشي مشكل، خوتك باقيين كيقراو ويقدروا يمشيو اي بلاصه. ولكن انا ما بغيتش، لانني كنت كنشوف ديك الذكرى ديال الزوج ديالي وكيفاش بنينا ديك الدار طوبه طوبه، في الاخر نمشي ونخليها. وقال لي غير كريها ويلا، ما يمكنش غنبقاو عايشين في هذا الرعب، هما باقيين كيهدوك وانت غتبقاي هكا حتى غادي تمرضي. ما بغيتش وقررت انني نبقى في هذيك الدار، واخا داكشي كامل اللي كيديروا معايا اخوتو والتهديد اللي كيديروا معايا. من بعد عام تقدم ليا ولد عمي. في الاول كنت رافضه، ولكن من بعد قال لي الاب ديالي خاصك تزوجي وما يمكنش غادي تبقاي هكا، وبنياتك غاديين كيكبروا وما عارفينش الاب ديالهم وما غاديش يحسوا بشي واحد في جنبهم. ضروري نتوما غير بنات، ضروري خصو يكون شي واحد في جنبك. تزوجت واخا بزز مني، يهتم ببنياتي، كيتهلا فيهم، اللي بغاوها كيجيبها ليهم، وعشت معاه في دارو حيت ما قدرتش نعيش في الدار اللي خلى لي راجلي. وكان كيقول لي الزوج ديالي انني الا بغيت نكري ديك الدار نكريها، بغيت نخليها هكا كتخليها، ما عندوش مشكل، المهم اللي بغيتها راه غادي يجيبها ليا، لا انا لبناتي. ولكن قال لي غير باش ما تضيعيش فلوس البنيات، اللهم كري ديك الدار وخلي فلوس البنات يدوزوا ليهم، ديري لهم حساب وخليهم باش ملي يكبروا يلقاو فلوسهم عندهم، وانا راه بنياتك راه هما بناتي.